القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني إذا ما رتلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فالحمد لله أولا وأخيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لومي إن شاء الله تعالى حدث سورة كنأتوينا إذا سورة زئة سورة المجادلة تبعد مالتي سورة المجادلة المجادلة معناها من الجدال تخاتعيت مالتي المجادلة تخاتعيت المجادلة ولا المجادلة امتازل صبتي الدال حرف الدال عندك ايش كسر ولا بالفتح بالكسر المجادلة هي مجادلة أي المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم اسم فاعل مالتي مجادلة ذا سورة زئة أم مدينة وردت سورة سورة المجادلة أبي ورد مدينة طبعا ناتا تنقل لوازا سورة زئة تنقاون كمتي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنقره تنقناتا خولة بنت ثعلبة تبهل ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مزيا اتي مسبع البيتا زوجانفا شقر مستقست الله سبحانه وتعالى خامس النبي صلى الله عليه وسلم حارق اللي تلاخت زربا تملالس نيرا مالتي خمس قوينو مو خمس صبر تقبل قلبتات النابر واخلو النبي صلى الله عليه وسلم بچم تقداي كله نغيراتهم مالتي ابز ساعات زي اذا سورة زئة ورداتي انتهي تقدا حيزاتو زمصت ان شاء الله كن اتوينا بتنتنا بعلى ون حول كتنغرنا يرحمكم الله إذا سورة زئة طبعا كم تزبلنا يو أب مدينة زوردت سورة سلزخونت أتي حفشاوي تحستوناتا نتي أب محبر سب مدينة زوجانف زنبري محبراوش الجرات نعو التفتح أتي أب مدينة زركب زنبري قلة كونتات نعو تجلس سورة خوينا تركب مالتيو مغا الله سبحانه وتعالى أتي قداي نايتم أفتي أوان تزنبورو توم مهاجرين كم أون أنصار تأكبوا لعدي أب مدينة زنبورو توم مسرتي كندي مسرت نايس لمنا زنبورو كاب تي مدرخ ناي مكة حالفهم أبناي مدينة مدرخ زبصحو الله سبحانه وتعالى أتي خنتاتهم كله
بتجداسنت بጥንቃቄ الله سبحانه وتعالى نتم آمينهم زلو حبريتا نهابه اتي لمدتات عادا ويكال لمدن طبايات بحرن كافتي ناي جاهلية ترفرف زنبر انت الله خينو نعو تصار نيرو مالتي والله سبحانه وتعالى ونزو قدايات زي كله أكتاتيلو قرآن النورده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبريت النهابه نتي هوتهم كله نايس لمنا سرعات حيزو خمس خيد يقبرون يرو مالتي الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى تي جمامرا نايزا سورة زي أنت دارئنا كما يجروا جميلنا مالتي الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادل يعني كأن الله سبحانه وتعالى حجي يعني إذا حجي قداي نايماني ونايتي كل محبرة مع أنه حنتي قال السيتات مسيا زلا وموساخات زقوانا فاشقر مستنا يدين ونركب سلوزلو مستنا يقدمنا جاهلية سرعات ونركب سلوزلو نزق قداي زخفتح على مسيا مس النبي صلى الله عليه وسلم تراخيبا مخا تي شقرا مستقصت الله سبحانه وتعالى نزي شقر زي بعلو سمعوه بعلو تخافلوه بعلو الله سبحانه وتعالى انتهبوه مالتي والسانين مفتحن هبوه مالتي فالله سبحانه وتعالى نزيم محبرة سبزي قريفو مالتا يكونن دحرينا مكة مدرخون اتي زي نغرات زي نعيشتو نغرات يلون الله سبحانه وتعالى الحمد لله يكون قبر يبلو من انتي دا يكناخنهم كم زنبره نزي محبر زي يكناخنهم زنبره الله سبحانه وتعالى بزي نرئ مالتي اذا قداي زيا تتقيسا ترخب قداي الله سبحانه وتعالى بعلو سمعون ملس خمسها بلو انه نغيرنا مالتي والله سبحانه وتعالى قداينا اذا نجر زيا مفتوحنا مستقصون تحريو الله سبحانه وتعالى ونتم كاب مجد الله سبحانه وتعالى زوطهم كحتي يخونوا تم منافقين يخونوا الله سبحانه وتعالى وردة طفئاتنا دايلونكم زلوا قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله بآية بالحمشته يتغسلنا مالتي يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن بلي الله سبحانه وتعالى وردت كم زورد لهم شنكهم زورد لهم الله سبحانه وتعالى متنقطا نتوم كحتي متنقطا نتوم أفتئ وأنت زنبرتهم منافقين يتقسم الله سبحانه وتعالى مالتي والله سبحانه وتعالى تخلو نجرات زبهالون كله يفلطو يزحبا كابون يكونن إذا سبزياتي زبانا فاشقر نعو كت ترع كم زمت الله سبحانه وتعالى أتزقوانا فاون يفلتي والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فيقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن بلي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فالله سبحانه وتعالى كل تي بملحس تزاربو أبلبخا تي حشخشخ تبلو كله الله سبحانه وتعالى كابو زحبا يكونن مو انت دقا أبزي محبرة سبزي وريت كاير انت دقا الله خينو توم منافقين سرحوا نقر بوشت انت دقا الله خينو الله سبحانه وتعالى فلطيو أنتم مؤمنان أنتم مسلمين كأزي نايزوم مشركين نايتهم منافقين حشوخ بوشتي بتحتي نتسلمنا نمقدا نحواتكم أسلام مكفاء نحواتكم أسلام نمقدا لكم كي تفصموا خابزي تتنققنا بل الله سبحانه وتعالى يتنققون مالتي إذا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى تما خاب من حاستم تتقبروا زرباتات كله مستي الله سبحانه وتعالى زفوتو خونا له نابل الله سبحانه وتعالى ون ناي سنه سرعات قدايات وناي تما حبر كمي غيرت سنه سرعات ابز محبر زي محنفشفش نخيات وننحدو نخي ناقوت ننحدو حماق رحنتات نخي له الله سبحانه وتعالى ون ادب سنه سرعات يمهرون مالتي ولذلك الله سبحانه وتعالى كذلك يقول يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم زي كم عينة سنة سرعات مثل النبي صلى الله عليه وسلم وكزارب خلون تاع عينة سنة سرعات كقبر خمس لهم الله سبحانه وتعالى نزل نجارات زي يبرها لهم بدحريو نابتهم مشركين يخون نابتهم كحد يخون بزيادة ونابتهم منافقين ونابهم من الاسمالتيو فالله سبحانه وتعالى يبين من حاله فقل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هؤلاء ذم منافقين اليوم مسمنهم لفينهم وشت نيرهم مالتيو مستهم الله سبحانه وتعالى تقطع لهم مستهم يهوداويان مستهم كحتي يوم فالله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله غضب الله عليهم لا هم منكم ولا هم
منهم يعني كابخم يكونوا خاوم يكونوا يعني لنقا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنه تم حتى تم أيهوداويان ون أي كأمنوا من يوم لأنه أصلا كثري مسمن يزوعل زلو مستهم أصلا أنا سلام عنا بلخ الرأي كله أم مسجد أبقى لو وعل ليتخا خالص راح يسرح مالتي حتى الصوم كم بقع أيهوداو غيرهم ويكا كابهم غيرهم ون أكريون يوم مالتي فليس هو منهم ولا تو خفت مؤمنون هنا يكون مالتي طراي وتريفو طراي تاجمو فالله سبحانه وتعالى نتهم منافقين كم يجري خشف مالو مالتي يرئيو مالو الله سبحانه وتعالى كم زعينت زي سبات كم زلو أبزي محبرة سبزي الله سبحانه وتعالى نتهم مؤمنان متنكغتا يبوم الله نتهم منافقين ون تفريدكم يخوم تصرحوا زلخم صراحون كاب الله سبحانه وتعالى زحبا يكونن لومي ويصباح ويدحر صباحون كتكشفوا يخوم يلو الله سبحانه وتعالى متنكغتا النهابه اتي كنتاتنا نتهم مؤمنان نتهم مسلمين ون يقلص لهم مالتي اما جرشاون الله سبحانه وتعالى اتي قداي كله ابكلته يخوم قال مالتي اما حزب الشيطان او كحزب الله كخون مالتي حدا وي سلفي ناي توم شيطان يوم تخال اي سلفي انا يمن يوم ناي ربي سلفي يوم مالتي ناي قويتانا الله سبحانه وتعالى من قنيا سلفي زبهال يلن ما اكلاي مرقز زبهال ون يلن وي مرقز كامستوم مؤمنان كخونا له وي كا مستوم لا يا ابو مستوم كحت خونا له مستوم منافقين مالتي صها ولا منافق كوين كافتن كتبلع بخلته إدكا زي كون نجاريو أفتي أمنتون زي اللون نجار كم مخانو الله سبحانه وتعالى ينجرنا لذلك الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يعني تو مون انت بعد الإيمان انت لا خوينو انت لا فره رب خوينو فتسمو تي فتوتون فقرون نتوم من انت زي كوينو مستوم كحتن مستوم مشركين مستوم منافقين مستوم أيهوداويا مستوم كالوت كوينو مسوم حدا لب خوينو ويكأن عوم فتيو نتيهم كفتو نخلتيهم كفتوس أي كوننيو لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل واحد فتسمو إيمان كحدا تنسي أب حدا لب كب أي كوننيو زي اللي نجري لذلك الله سبحانه وتعالى توم سلفي نايتهم ناي الله سبحانه وتعالى توم بحقي مؤمنان سلازخون الصومون عوتاتكم مخانهم الله سبحانه وتعالى كم زجيروا أبزا سرازئة بحفشوا ينقرنا مات إزي تتقص كله تي تنتنا ويك ناي حفشاوي تحستو نايزا سراي خون كابو إن شاء الله تعالى نبي نحلف نفتي سفيح تنتنا نأتو مالتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إن شاء الله تعالى إذن قرأناين آياتات كنفسرن كنتنتنن إنا الله سبحانه وتعالى بدقف حجز مسانا خون دعانا برعنا ناب الله سبحانه وتعالى نم حلالف يقول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله سبحانه وتعالى تي أمنغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمون أمنغو تا صحابية خولة بنت ثعلبة زسما الترخب زربا خمد سمعي يرقاقص الله سبحانه وتعالى وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها تبل الله سبحانه وتعالى مسمعه أب كله شنخات زبصحين زخون يخون دمصي زسمع قويتايو أنا أب حانت جزاخ إن كلنا بتحاد شنخ قليلهم ناتزاربوا خلو أنا تي زربها صبوا غيره سمعين بركون لكن الله سبحانه وتعالى كله سمعوا إلى تزاربني رامالتي فقال قد سمع الله قول الله فالله سبحانه وتعالى تقول داي رقص كم سمعوا ينقرا له مالتيو فسمع قولها تزاربته تي زمصا قداي مخاء تكاتع فالله سبحانه وتعالى هنا قال تجادلك معنى ذلك انتهي مالتيو أمونغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمونغو آن انتهي نيرو ناي من الله زربان نيرو مالتيو تزاربات راية كدتن النبي صلى الله عليه وسلم تزارب ما سخاء عقبة ملسا مالتيو قومون ملسه بوا ساون أمونغو حجي من الله نيرو مالتيو فالله سبحانه وتعالى يبين أنه هذا الأمر كم زخم زنبري وانظروا توم النبي صلى الله عليه وسلم نتوم بصوتهم واتبعتها يخون قال نسيتي بزي قدس انت دا زخونه شجر لهم صني لهم يسمعوهم مخااتي ناتهم رؤيتون انت دا الله خويني يهبو مو تدي عاقبون املشو نيرهم لانه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا مالو تقدايون يملس لهم مالو والنبي صلى الله عليه وسلم سقبل انت افليطوكي خاصه قال نسيت تكون كلا حجي النبي صلى الله عليه وسلم ما نهرها يعني سا قداي شجروات شجرات تقيسها مسيا مخا بكل نجارات نجدن تي سمعيتا تنقروا مالا مالتي والنبي صلى الله عليه وسلم سوق بلي سوق الكيس سمعني انا رسولي انا سبعه يوم النبي صلى الله عليه وسلم اي جنحوا اي سوقوا مالتي فكان بينهم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم مع انه تقداك ناي بعل بيتا ناي سبعه يعني رو مالتي فكم زلنا بلد تزارب نيراف الله سبحانه وتعالى سمع هذا الكلام وتشتكي إلى الله طبعا شيء أمتعته زلا طرعا
قداي من كفتح حلا أدل زلا لأنه بشرع فتح حلا زليت ناب من يتم حلال في زلا مالتيو ناب الله سبحانه وتعالى مو أنس كما يجيروا تبلا لا مالتيو فجاء في حديث عائشة كذلك أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه يعني قال سمع قال خاء كباي سمعوا ينور كنت بالمالتيو فكافتن سمعكو زبل تبل فتقول زوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم كم زت بلهم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك اللهم إني أشكو إليك إن بلد كم زي لا تزارب لي مالتي فكترع كلا تبل خافت سمعك وزرب آيلا مالتي قولي سمعتون طبعا زي أسابيع مالتي أما أنا من الباش عاوي لا تخون شعوتي طرعال مسبزحة أما أنا دحرزي عد مزي أنا مصعب أخو جنزبي بليعو نسنتي كله وسيدوه كبدي ون وليد خاب وليد مالتيو خاب كبدي ون كرسي ون زري له تبل الله مالتيو وما حجي مسعابنا أبز عد مس بصحكو ولاد حجي تسفى زي بالله أبزي عد مس بصحكو ما يظاهر مني ظهار مالتك أنت أيو أن يقول لها أنت كظهر أمي ويكا كم الدي أخي زبان كي زبان كم زبان الديلو كم حل كله مالتيو بدحر حجي سخي لك كم الدي أخي بلا له مالتيو مو خمزيلو تزاربني تبل مالتيو فقالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى تنزل جبريل بهذه الآية ذا آية زئة جينا كي وصلت كلا ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذا آية زئة وريدة تبل مالتيو زوجها كان يسمى أوس ابن الصامت زبالي نيرو مالتيو عبس أي أرقيتي نيرو فذكر كذلك يعني بزعبازي بعلى ون تقيسان يرى خولة طبعا في بعض الروايات جاء اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي روايات خولة بنت ثعلبة وفي بعض الروايات يعني ثعلبة زي أبو حقو آيلهم مالتيو فكلها انتهى مالتيو متقاربة يعني أفتشم تقارص خاص شما ذكرك وأبوها سواء كان أبو حقو أخوين ويا أبو أخوين ثعلبة بأختك وخويلة هو انتهى هاي دلع شم كم زبها المالتيو خويلة تصغير ناي خولة تصغير تلاقة كباطر الله دريقة ويكأهم تاشمو خويلة إبها المات فإذا هي فالإمام روى الإمام أحمد قال عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة بالبعلة أنا ذا سورة زئة تمجمر صدرها بمعنى مفلمت أنا ذا سورة زئة أباين أب بعد بيتين أوس بن الصامت أبانا وريدات بل فتقول قالت كنت عنده بمعنى سبيت إليه رشعت بل السخاء عابس بأي نيرو شيخا كبيرا طبعا كعب خلصب طباينا رقا قصر الزخيد فتقول وكان ساء خلقه طبايو خم قدم أي نبرا نعبي خيد كله طبايو شوية ناتبلاشه وخيد إلى عمالته فدخل علي يوما لما حاتم على آتيه جزاء تبل أمه قال لي تزاربنا قال أمل لي سولو تبل أمم قوينا أمم قون مسحاب ترخيبه فتقطع خريو أنت علي كظهر أمي إذني سخيلك كم زبانا دي كونني إلى اللهم بأريلو وصيو تبل مالتيو كم زيلو تقطع وصيو دحرا كيدو أبلوم هم دحرا خندينا تمليسون جزاء تبل مستمر سحجي أتي سبعي كبعلت بيت دليو مالتيو قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي فتسيمك دحر زربات تزاربك يا تبلو فتسيمك أنا باي كنت آي تقربني خاولاي تنكفني تبلو مالتيو وقد قلت ما قلت تزاربك يا وزي قليل نقرأ كونن مخمجر كان عي حجيت مسألة تبلو مالتيو حتى يحكم الله ورسوله فينا يعني بحكمه سع الله ويك الرسول صلى الله عليه وسلم فردنا حالي يخسع زخون تنقر أي تقربني فقالت فواثبني فامتنعت منه بحيل دليلني قن أنا تمنزع يوم مالتي فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الكبير
عابس لزلبرة أنا سعيرة تبل الشيخ الضعيف ألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منهن ثيابا. طبعا هذه معه حج هافت جزا حتى أتي ندجز خون كدان يتخدنتن حجي أفتم قربيت كيدي قافتا قربيتي زخ كدان تلقحة بالمالتيو كم زي حجاب مشفني أمالتي تلقحة تخذنا من خيتبل. خرجت إلى حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه قيدي أبقى من تزاري بيماتيو فذكرت ما لقيت منه يعني تي أمنغوين أمنغو بعد بيتين ترخب قداي تغيسلون الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلت أشكو إليه يعني تقداي طرعني رمالتي وخلو تي طبعا طري تا حجي ترخبتها يكونتن يعني بل هي اشتكت ما تجده من سوء خلق يعني سواء زغم تغيرت طبايو وقلمتات كله النبي صلى الله عليه وسلم تغيسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير يعني ودحوا بخي سبع عبي أمه فاتقي الله فيه يعني خمس جيركي أي تكافي خمس جيركي أي تبليو النابل النبي صلى الله عليه وسلم تجبراني رمالتي نعاء نابل بخت بلس النابلو كم تسا تجاجيت ويك آخر من تسا على نزق دايزي تكافؤ زلان سبع جيرهم النبي صلى الله عليه وسلم متشم كجن حوافتين ومالتي كاب أخي كون. فقالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن كم زلنا بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم كاب تبوتاي كي وصاكو خي تنكساقسكو خلخو الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي أوريدو مالتي وخمتي كل جزيز وردو وحيون كم أوريدو فشعن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بلاني فقال يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك الله سبحانه وتعالى بزعبا زي سبأيكن الله سبحانه وتعالى قرآن أوريده فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم آية بالأربعة مالتي زي قريء اللي تبل فزي تا ناتي قداي بخمسة فتحات تبل مالتي. فقالت رسول الله عليه وسلم حجي تا آية مسقرة عليه يا أبو ترخبي قال مريه فليعتق رقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حجي تا آياتات مستمعة أم خلاص حجي تقول دايكم تفريديو كدي كمزن النبي صلى الله عليه وسلم كيدا إذن قرآن وريدو خمسة تفريدنا ومخيد كدي بديو عتق رقبة وجبك اللوذ ناي جدا انتهي جبر باريا ناطها أو فقالت بعد اختك تعالوا جميلة حجي فقالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق يعني عتق رقبة بهذا له يعني جنزب سنة عتق رقبة يبلون. قال فليصم شهرين متتابعين أفتي قال أي يحلف كلتا ورحي قال له أي صمن. فقالت والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام يعني عبيت له صيام دخونا يكون نسب أريق يكتب المالتي. قال فليطعم إذن 60 مسكينا وسقا من تمر 6 مساكين إذن يبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني 6 ساعة دخون ويكاها. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده يعني زون يبلون كابيك متسيو ما عنده. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص يلو النبي صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر خلاص أبشري أنا بتمري كبو يخحق زئ. فقالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق حتى الساخة مال أنا ون ما فيش كسخة قال يخاف تمري حنتي تحجزوا أنا ون وحجزوا دحاني تبلو مالتي معنى الساعة هفت أميرة مالتي عندما قال حتى أكل مالي خطب الكلام معنا ما عنده شيء الساعة تي نابرأت صبغني رمالتي. فقالت حتى وأنا سأعينه بعرق آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أصبت وأحسنت فتصدقي به عنه خلاص أكون أختي أوصيتي تمري أنا ممكن بكم مال ثم استوصي بابن عمك خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ون أما جرشاء مخرج ودف مالتي استوصي به خيرا يعني ولا تعبيته خمان طبعا تغير سبس لزولو كم تعبيته كده يا أخي مالتي تخنا خنيو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفاني يوم مالتي.
كم زجيرو تي قداي كم زينيرو مالت فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر قال دحرئوا إن وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم الله سبحانه وتعالى تمنقو خلتكم زنبري زر الرب ويكا نايم من الله زرباون كله سميع وأيو لأن الله إن الله سميع بصير والله سبحانه وتعالى قلنا قرد سميع سماعي الله سبحانه وتعالى خارأي كل نجرا زجبر زلو الله سبحانه وتعالى زحبه يكونن يرأيه كل زربا زرب كا زخون يخون دمصون الله سبحانه وتعالى زحبه يكونن يسمعه أيو فالله سبحانه وتعالى له وسع سمعه ووسع بصره كل شيء كل الله سبحانه وتعالى زريون زفلطون يومبني فزي نجر زي الله سبحانه وتعالى بعلو انت يريد له مالتي فوس فردا هبه مالتي ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أتي ترخب نجر كم زفرات فيقول الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين طبعا يظاهرون منكم من نسائهم فمن هم طبعا قالوا يعني الظهار كم تايو تتقيسو كم تايو تي قال تجديد وصيو كاب ظهر كاب زبان مالتيو فعندما يقول الظهار معنى لأنه يقول أنت كظهري أمي قبل كله لك كم زبان هذا سلزبله إذا حجي زبان النتباهيل مالتيو الظهار فكانوا في الجاهلية زي زربازي يتقاملون يروم فكانوا يقولون أنت كظهر أمي قبل كله بحادة شنخ وي كم طلاق حسابي فتحة مالتيو أو كم أجرم منجو يقطفون مالتي حجي أنت كظهر أمي أي قربان مالتيو جن كالون كم زي تمرع قبرا مالتيو كم زجيروم حجي نتقداي تصاوتوا لا قطو سلازو نبرو الله سبحانه وتعالى حجي نزي نجرزي انت جيروا له مالتيو مفتحي جيروا له كم محلا جيروا يقصرون محلا تناي محلا انت شو حجي كابو زفوقسيو وخمزي كونن مخنياتو زي زعابه سلازخونه والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه منكرا من القول وزور عبو منكر كم زخونه وانتقي سوى الله سبحانه وتعالى سلازي زخونه يخون سب انتدأ بعد بيته سخي كم الدي ويكا كم زخونه يخون محرمه كم حفتي كم عبايي كم زخونه انتدأ قبل كوينو ازي كله انتهون مالتيو حاد عينت ظهار يسمى مالتيو فكانوا في الجاهلية نزل نجرز قبروا لي رب زت أباي زخاء الله سبحانه وتعالى خجبر كم زي بلو جيجا خم مخانو حرام كم مخانون يبرانا لذلك الله سبحانه وتعالى قال ما هن أمهاتهم كم زيلهم كزاروا خلوا من حاسهم فتي منتن أنستم بعلت بيت كاس كم الدخا ويكا الدخا يكونتن سلازي إذا زربازي بعد خاتم لو زلخا صياف زخون حماق زخون زربايلو الله سبحانه وتعالى ينقر إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الدخاتها من يا تاز ولدت كأنبري كالع بملحسكا كما أدى يكون نيلكا الدخاون أي تخونك كان إياه سواء قلت أنت كظهر أمي أو كأمي بز زربازي كما الدخاء أي تخونن إياه سلازي نزل قداي زقن الله سبحانه وتعالى مفتح غير له وسانه غير له مالتي سقيلون اي رايون لانه اذا قال زي حماق قال سلازخونه صياف سلازخونه حرام سلازخونه كابو اتنققنا فيقول الله سبحانه وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي كلام فاحش حماق زخونة صياف زخونة زي قبل زربا أيو إذن قرزي سلازي كم زعينة زربا زي كاب أفكم أنتم منان كوت يبلون كم زعينة زربا غيركم كتزاربوا يبلكم من زي نقرزي أمونغو سبعين سبيتين كهلو يبلون يلو الله سبحانه وتعالى يتنققون وإن الله لعفو غفور انت لا قد محجي زي تزاربكم وزرباني رخوينو ناي قدم الله سبحانه وتعالى ابغي زي جاهليه ابكال اوان زبلكم مؤذي محير لكم ايو فما سبق تزحلفه رب غفيره لكن بدر حجي تتنققوا كم اون انت لا خيف لك بقي غاز وص انت لا خوين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ابو خاط مالتي فزي الله سبحانه وتعالى زمحركم مالتي لكن فريدك يعني ناتيل كان تدعي الكايو تتنقق زنا غرزي ابي غداي سلازخونه منكر يو حماق زربايو صياف زخونه زربايو موني كابو تتنقق كم حفتي كم عبايي كم حاتني كم اموي اذن كلن محارمناتك همون كتب لي بالكان كله انت يقصر مالتيو ظهار يو زغصر مالتيو ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
قال والذين يظاهرون من نسائهم توم كم زعين تزاربوا طيب انتهي قبر انتهي فتح له انتهي مفتوح له يقول الله سبحانه وتعالى ننسهم تدا خمس لهم تزاربهم أنت كظهر كم الدي كم زمان الدي يخيلون تدا تزاربوا مو إذا سبزي انت دعا كم اللس دري قال ثم يعودون كافت قالوا خم اللس دري طيب ما المقصود انت خم اللس مالت أي قالوا طبعا أصلا ما طلقها نعم هو خم اللس مالتي فالعلماء اختلفوا ما المقصد بخم اللس أي تطاعيسوا طيب تطاعيسوا إيش معناها أيوة هي بشكل عام خم اللس لكنهم قالوا هل يقصد بذلك طبعا الوطئ هو يعني يعود طبعا هي متعلقة بتي كفارة زاس بزيها أصلا أنت كظهر أمي قبل له أي تطلقة ما يعتبر طلاق في الإسلام فإذا هل قالوا طيب قالوا بعضهم فسرها بأنه إن أراد أن يمسكها بعد المظاهرة يعني زمانا يمكنه أن يطلق فيه حمله على كذا يعني تمام بلاس كميري أو مالتي خلاص كم سبيته كرئة ما في على سواء جماعا له ولا يلن لا ما هو خلاص يعني العودة بمعنى كلتا عين تفسيرهم وتحاد عينت أنه يرى يعني يعود معناها كم سبيته قطرة مالتي ولو بدون جماع فإذا كان يعيش معها كم سبيته وأمكنه يعني يطلق يعني يلزم بالطلاق لأنه شعور إما إذا حج انت قبر مالتي وإما تطلقها له وإما أنس كملس يقبل كعلنا له كملس تدعى خوينه تاخذ ليه سبيتك خوينه هتقصل دليل الله قبل تدعى خوينه كفارة أخذ ليه وبعضهم قال لا العودة المقصود إذا أراد أن يطأ زوجته بمعنى العودة إلى الجماع يرم مالته نهب جماع أو أن يعزم على الجماع سواء جامع أو يعزم على الجماع فقالوا العودة بزي فسروا مالته لا طلقت يطلقها خلاص بعد كده ما عليه شيء الزهار نفسها طلاق هو الزهار نفسها ما تعد طلاقا في الشريعة في الجاهلية يا طلاق حسبه حنساء ينطلطل وغيرهم نيرهم مالته لكن في الإسلام ما يعد طلاقا هو كم محلايو لكنه أعظم كوين مالتي حجة حدث بنت يعني وفي في الإسلام والذين يقولون من نسائهم يعني في أيوة في محلا أنا محيل أنت الآن عاخذ والله يقربكني أنت أيدوا هذا إذا محلايو تمام في هذه الحالة إما أربع خلال أنت عدل توهيبه 4 ورحي وي فتح أيوة وي كملس تدعى خوينه كفارة ناي منتاي أدو مالتي كفارة يمين ناي محلا أما هنا لأنه الكلام يعني عظيم سلازخونه عبنا قر سلازخونه الله سبحانه وتعالى انت غيره كبد غيره مالته لكن تتنظر ذاك حاجه هو تقرر به تحرم عليه في الحالتين يعني لكن زي مفتوحه بيني وتقاء مفتوحه بيني زي عدل يبلون اتي انت لو عدل توهيب مالتي 4 اوارح توهيبه اذا خا زي انت لو مالتي زي تنكفاره دي قبر فصيمو اي قربان مالتي كفارة خير ما نحط طليق وهذا خلاص ما رجع لا سبيتي كونت ولا وطأ يعني خلاص كفارة يبلون ثم يعودون لما قالوا أن يعودوا في الجماع يعني على ما حرموه على أنفسهم من أمهاتهم والبعض طبعا فسر قالوا بعضهم يعني من تأكيد مالتهم قال حتى لو أراد أن يمس مجرد متنكاف ويك اختنا خفا ويك أخ سعما أنت زخون يخون ما يقرب إلى الجماع زي وانك قرب يبلون إلى مالته ليس فقط في جماع فعلى كل حال في كل الأحوال أفتي وسن تبصحون زي فقدر يبلون مالته مخنياته أفتي جيجام انت خي ودق مالته فالله سبحانه وتعالى قدم يتنتهي فتحرير رقبة ناصخ وصالون حاله باريا مالته واعتاق رقبة قبل كاخلو أن تكون رقبة كاملة لهم أولا ملء النزل لوا مالته لأنه ممكن رقبة فرق رقبة خون يبلون وهي مطلق طبعا في الآية وردت لا ذكر المؤمنة أو غير مؤمنة بدن وكذلك تبعتاي ديا أنستيتي بدن فقالوا هو يعتق رقبة سواء كان صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى تبعتاي سبأي سبيتي ويكا نشتي عبي لكن بعض العلماء قال أنه هذه الآية تقيد بآية فتح رقبة مؤمنة في القتل
فقالوا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة لهم مالتي فمقيدة بالإيمان فقالوا أنه تحمل على تلك فالله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة من قبل قد طبعا تاكل له مالتي رقبة كوص له معاسيو من قبل أن يتماسى جينا كي تراخب كله مستاء بعلت بيته مالتي هذا شرط ذلكم طبعا توعظون به الله سبحانه وتعالى زي زربازي زبكم زلو متنقغتاي مالتي كم زعين تزم انت خيت فتصموا والله سبحانه وتعالى جعله زجرا لكم كم زعين زربان خيهلو دهر حجي مقطعة يغير لكم مالتي والله بما تعملون خبير والله سبحانه وتعالى كل تي تقبروا زلكم كل يفلطيو نعاكم زخون نعاكم زيكون يعلم ما يصلحكم وما لا يصلح تنعاكم تتكمن زي تكمن كل أحوالكم كنتاتناتكم الله سبحانه وتعالى يفلطوا إيو انت لا عتق رقبة زي رقبة مالي يقولون طبعا وجود عتق رقبة إما أبتحت إيدو باري أخذ له ويكأ جنزب كله له نخ جنزب مالتيو فإذا ما كان عنده مال يشتري به جزء له المال انت لا زي بقول له خوينه ويكأ أبتحت إيدو باري زي له انت لا خوينه أبو كان من نبي حلف مالتيو ناب صوم يحلف مالتيو فصيام كندي شهرين متتابعين أكتاتيلو قلت ورحي يتصوم مالتيو انت دعا أقاريطو ألف لي جمر كم بحدش مالتيو يعني 50 شوعة بصيحون تدعا أفطيرو كم بحدش ألف قبل يجمر حدا قبل يجمر مالتيو فالله سبحانه وتعالى شرط أن تكون الشهرين متتابعين كذلك قال من قبل أن يتماسى جينا كي تتراخفوا كي تراخبوا خلوا مالتي صوتاو ركب كيف تصوموا فهي على نفس كفارة صيام رمضان زلو انت نسبيتو تراخبوا وانت صوتاو ركب انت غيرو نفس كفارة ونكم غيروا لنا مالتي وزي فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله زي تزاز زي توسينو زلو كم زغيركم فصمو تباهيل زلو خا نتي ايمانكم ناي بحقي اب غبرين خطر ايو نتي الله سبحانه وتعالى شرع لكم كا تي ايمانكم ساكندي بتي ناي الله سبحانه وتعالى شرعي كم زمرحكم انت كرئ الله سبحانه وتعالى ناتكم ايمان بالله برسولون ابي كم زلو لانه العمل بما امر الله سبحانه وتعالى بتي الله سبحانه وتعالى زكا تفصم من كلخا اذا انتي حدا خاب انتي خاب ايمانيو لأن العمل هو جزء من الإيمان فلذلك الله سبحانه وتعالى قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله زي خاتي ناي الله سبحانه وتعالى حدود ويكا دوب مالتيو دوب ناي منتاي مالتيو نايتي حلال حرام زي فلي كافتي خمير كان أفتح حرام تسجر ماتي فسلازي تتنققوا زي ظهار زي زبهال حرام كم مخانو ومخا خابو خدحن انت اخوينكم مخا متافصينكم انت كتفصموا لكم تي ناي الله سبحانه وتعالى حلالا حراما انه ينقركم على سلازي نتي الله سبحانه وتعالى زحان صصو درت نعو ختفرسو كتقسون يبلكم انكابو تتنققوا اتم نزي كم زي عينت درتات ناي الله سبحانه وتعالى قفسو كلهم انتاهم كحد مالتي ناي الله سبحانه وتعالى تزاز خحدن زابيني مو كم ما يتخونوا زوم كحت زيهم الله سبحانه وتعالى انت الدليل اليوم قال له وللكافرين عذاب أليم الله سبحانه وتعالى بطعمي الساقي زخونه مقطعتون الدليل اليوم قال الله سبحانه وتعالى طبعا الله سبحانه وتعالى كافتي صيام بدحر صيام انت غير له مالتي انت لا زيك عليه نام انت خيد لنا اطعام ناب اطعام خيد مالتي اطعام كنديك باللعيو سوسه مسكين توم سوسه مسكين حجي مع التاودي قبل عم زلو ويس بحنسا طبعا من الفوائد ذكرها الشيخ السعدي قال لابد أن يكون 60 مسكين لا هو الله سبحانه وتعالى قال هنا انتهيلو فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لازم سوسة خون لهم سواء فانت معلت بالعكاية ويكأ أبسوسة معلت بزي قدس لكن ما يكون حدث سوسة معلت قبل عيد ذلك زي أي تخون يعيدوا مالتيو لأن الله سبحانه وتعالى حددتهم 60 مسكين هذا يحمله على ذلك مالتيو على الظاهر نعم
فقال على 60 مسكينا. فالله سبحانه وتعالى حجي يعني هذا رحمة بالله الله سبحانه وتعالى رحمة ونريه الله سبحانه وتعالى وقال إلا رقبة زبلنا انتهي مقبرة سب يعني تحرير رقبة زبلاتها قداميتي قد يكون في زمان حجي أبز الزمان الذي خابيت مصوتها رقبة في حرج مخولن يرد تسب مالتيو يعني جزب مال زي بلو خشقريو انت دا رخيبك حتى لو وجدت مالا يأتي يوم قد لا تجد فيه يعني عبدا تطلقه يعني باريا ناس أخذوا زي تخيل لكن الله سبحانه وتعالى ما جاء تجين نجزاء رسول حرجة قبر لنا يعني شجاري نجرا قبر لنا بل الله سبحانه وتعالى اتي مفتوح خبرنا خلو اتي نحنا نخلو مستي زمنات زخيد غير الكمالاتيو سلازي انت زي ترخب الاوانات كوينو خافتي قداماي نابي تسجر مالتيو نافتي دحريو زلو خبو خا نافتي ثالثاي تسجر والله سبحانه وتعالى اتي قداي واسع غير وسفيح غير لنا مالتيو بدحرزي الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم الله سبحانه وتعالى حجي نمن توجه مالتيو تي محبرا وشقر زنبري نايزا صدرا بيت زيئة مس فتحي الله سبحانه وتعالى أفتي مدينة زلو قدايات أفتي مدينة زركب زلو نقراتون قل نقرات نابواتي مالتي فالله سبحانه وتعالى يذكر أنه هناك أناس أبزي أوان الزمن نتي الله سبحانه وتعالى أنصار الله سبحانه وتعالى زخذ يحادون بمعنى يكون عدو تتصابئ مالتي الله نرسول تصابئ مالت نتي الله سبحانه وتعالى زوردو آياتات كتاب دين نتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حزوه زمصدين نعو تصابوا له مالتيو فالله سبحانه وتعالى هؤلاء قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم زم زعانوا زلون تشرعي الله سبحانه وتعالى زاب يزلوا الله سبحانه وتعالى أهانهم سيهينهم وردة مكران كمون شجر كاب رحمة الله سبحانه وتعالى سقوا إيهم فقيل بعضهم على أنه كبتوا كما كبت الذين قالوا هذه جملة دعائية أن الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم باللعنة بلعنة الله سبحانه وتعالى يقصر ويكا وصف لهم سوم كا خمس خونيهم الله سبحانه وتعالى كواردومي وردتنيا تاتي الله سبحانه وتعالى ينقرنا أرلهم فقال الله سبحانه وتعالى وقد أنزلنا آيات بينات تي أوريدنا يزلنا آياتات تي أوريدنا يزلنا قالات كا برهن قلوصن إيو موزم نتي ناي الله سبحانه وتعالى آياتات زصابو زلو نتي ناي الله سبحانه وتعالى قالات مقبال زابي زلو سبات زم سبات زيهم تي آياتات نرأيون نا سمعون نافلطون كله زعقب كله يوم زابي زلو سلازي تي كحدتهم تي تصابا انتهم سي ناي آياتات زي مفلاط ويكا زعقب نجر زي مركاب أيكونن تي الله سبحانه وتعالى زوردو آياتات أعقابي زخون مرتعوتات ينيرو زوم سبات زيهم جن بزي أعقاب زي أي عقبون ناتهم دليت ناتهم وين تاسل زلهم ناي تتصابى أن الدليت سلزلهم يمزقبر زلهم لذلك الله سبحانه وتعالى زوم سبات زيهم بل وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى كم زيهم عناد زقبر زلهم مو زأبي زلهم بعنادهم زأبي زلهم نتي قال الله سبحانه وتعالى دصابو زلو تعبيت حيزوهم بتعبيت اليوم حجي طبعا سلمتهم حجي ابيهم زلوهم تزبلنايو انه تي اياتات اخول ينيرو اعقابي ينيرو لكن ترى ابيت لك اخوينو سخا تكبر ترى لك اخوينو ولا وان تحقي اي كتقبلوني خا فالله سبحانه وتعالى اذا تي مبيهم تكبر مالتي تعبيتي دا امبر زبيهم زلو كالي شجر يبلومن فلذلك الله سبحانه وتعالى ربط عذابهم بانه عذاب مهين نتي تعبيز حازو سب انت تقبر لك مالتيو ناي قدن بنصارو كم تعبيت اللي نيرو فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بالإهانة كم بنصارتي السوز دريو زنبره بوغيرو الله سبحانه وتعالى نتي شرعي تختلون خي كيد وردت كوينو سمعوا سلازنبره فالله سبحانه وتعالى بتي ناي يوم القيامة مساقي إسات جهنم غيرو زيادة وردت زلو سقاي كورد له خم مخانو انه الله سبحانه وتعالى ينقرنا مالتي سلازي انت دعا
أب الدنيا خلخا نتينا الله سبحانه وتعالى آياتات الله سبحانه وتعالى تأزازات تقبلك بتحتنا انت دأ وسيدكايو انت تخون الله مالتيو أب آخرة تي زعابي كبز بلبوتا كبرن لأولنة تركب مالتيو انت دأ بنصارو أب الدنيا نتينا الله سبحانه وتعالى تأزازني الله سبحانه وتعالى قالات انت دأ بتعبيت نسكايو خا الله سبحانه وتعالى أب يوم القيامة نعخا أفتي ناي وردة حسرة بوتا أبو قصعك أخو مخانو بزي نقرأك الله مالتي الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى نزومك حتى يوم القيامة متنكغتا إهبو مالو مالتي فالله سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا كلهم تم كحتي الله سبحانه وتعالى أب يوم القيامة تم قداموتن تم ناي مجرشا زنوبورم كلهم بحاله بوتا أكبهم فيبعثهم من قبورهم كافت موتهم كاب قبرهم كاب زموتلو بوتا كابو تاخون مالتيو كابو كتنسيو معالتي تنسائر له مالتيو كابتي زلخايو موت كابو خت تنسئخا أفتي الله سبحانه وتعالى زبله ساعة أفتي الله سبحانه وتعالى زبله قول أبو خت كبيخا مالتيو فهنا في هذا المكان في هذا الصعيد الله سبحانه وتعالى كلهم يجمعهم كلهم كوكوبيهم فلا يفر أحد زحباء يلي زهادم يلي كلها كتكبي خامالتيو كابتي الله سبحانه وتعالى زبلك حجي كتوصاي تغلني خا مهدمون يبلكان فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا المكان فينبئهم بما عملوا أين ينبئهم بما عملوا في الدنيا أب الدنيا زقبروا وزنبروا كل تي كحدتهم تي تصابا انتم نتي قال الله مصلاهم نتم سعبتي نرسولن سعبت رسولن سعبت الله انك صدقوا من تصابوا من زنبروا زواردوا من زنبروا بحماق عين زرئوا من زنبروا مخا انا تحقي زنصقوا زنبروا الله سبحانه وتعالى كل نجراتهم ينبئهم بما عملوا بكل ما عملوا كل زقبروا زنبروا الله سبحانه وتعالى بب حدا كنغرومي الله سبحانه وتعالى يقول احصاه الله ونسوه الله سبحانه وتعالى كله تصبصبوا بب حدا كنغرومي بمعلت الكلاب ساعات الكلاب كمزن غيركا في ساعات الكلاب ساعات كله خطاخ وين خصنحومي تزرزروا كصنحومي الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء كل كبيرة وصغيرة أبي يخون اشتي يخون الله سبحانه وتعالى أم مزقب هاتي ويو سلازي زي مزقب زي كله زمال أخون مالتيو أما هؤلاء زم سبات زي أم قنتم كحاتي نزخول انت أجيرهم مخمت يوم ونسوه يعني كرسعوا يوم كم ذا حنت زي قبروا كم ذا لوهات كم زم سب خير بينهم كم غيرهم قرب يوم لكن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بكل ما عملوا كل تزقبروا وزنبروا الله سبحانه وتعالى كنبرمي فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهم اليوم تأي عينتي زي كل نجارات تصحيف لا حنت نشتاق قدفي لا كبي عبي قدفي لهم نجزار وسم حجي انت اخوني يوم مالتيو ابشقر كاتوي يوم مالتي والله سبحانه وتعالى قال حجي كم زخي بركا خلخا اذ نجارات كيغوانا فكا خلو انه الله سبحانه وتعالى بالدنيا خلخا في وتكا خلخا ينغرك الله مالتيو كم زخي بصحكا خلخا تتنقق يزبلك زلو مالتيو لذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء الله سبحانه وتعالى شهيد مسكار اختب لن كلخا انت مالتي زنجر زي مسكيرو اختب لن كلخا وعين ومالتي كل جزي زوعلون غير كان يزبهال فالله سبحانه وتعالى كل تز فتصم زلو وعين وي مالد كابو زحب ايكونن لا يغيب عنه لا صغيره ولا كبيره فلا يخفى عنه شيء سخون يكون مسكار خبالن كله بمتاي دي مسكر تنجر انا وعيليو خبلك خلو انا كمزن يرير يو سمعوا قدمي تغيرو خبلك خلون هذا بوري سمع انت دايلو تفل عليه فلما يكون شهيد على الشيء فهو عليم به فالله سبحانه وتعالى يصف بأنه على كل شيء شهيد كل نجرات الله سبحانه وتعالى يرئو كم مخانو يوعلو كم مخانو كابو خمزي حبا يرئنا مالتي فالله سبحانه وتعالى كم زغيرو ينقرنا اذن زي حدث آيات تدعى تي حدث فائدة الشيخ الإمام السعدي اب تفسير زتقصون تدعى نوصد كوينا قد عسرت الزخانة فائدة تقيس مالتي فقال أولا ذا سورة زيها ويكازن حالف آياتات نرئي لن يقول أولا قال لطف الله بعباده وعنايته بهم الله سبحانه وتعالى لما قال
سمع شكوى مؤمنة نحنت سب نحنت ذا سب زيئة شكوى كسمع كله فينظر تايتر مالتي الله سبحانه وتعالى نبارته يكنا خنومكم مخانو كما يجيروا خمس كنا خنوم تي زد اليوم انتهى اليوم والله سبحانه وتعالى خبير بهم يعلم انتهى يقول لهم انتهى اليوم وتي زوردوا والسانيتات كاب عقمهم نلعلي قبر الله من الله سبحانه وتعالى فإذا زي حدا نطبي خون مالتي قالوا كذلك الظهار ظهار كأ الله سبحانه وتعالى قال هو يختص بمن بالزوجة فقط يظاهرون قال من نسائهم بمعنى ظهار يكون في الزوجة ولا يكون في من في الأمة أما أنت أخوينا إذا نجرزي أتوها يكونا فلا يطلب منه كم زعينة لكن هو بالزوجة فقط كذلك قال أنه لا من الفوائد لا يصح الظهار قبل الزواج يعني زي تبع أخايا سبيتون انت زهار أنت كظهر أمي انت الكايا زي أحد لا تحل له قبلا أي قباني لأنه قال الله سبحانه قال من نسائهم بمعنى نجد سبيتو تكون له أما زي سبيتو جينا خيت مرعى واخر له ويكا زي سبيتو يا فلان أنا سبيتخا كم زمان أدي هاتكم كاي لك له ما له علاقة لكنني ولا السخمانة ما يقبل منه يعني زي لغو من الكلام يعتبر يعني السخي فلانة أنت كظهر أمي قبل أنت لا أغوينه أي قبل يكون لأنه أصلا الظهار يكون في من عصبيتي زخون تي والثانيتات أو نعم ما يطلق نعم كذلك الظهار إذا انتهي نرد له كذلك الظهار أنه محرم ابتداء أصلا حرامي يعني ولو الله سبحانه وتعالى مفتحي قبرك لكن ابتداء عقد قبرك زي كم مبصعة تقبر تلاخوين كاو النذر ابتداء يحرم ما يجوز حرامي لذلك الله سبحانه وتعالى لماذا قال لأنه وصفه بأنه منكرا من القول وزور سلازبله معنى أي منكر معناه محرم وزور قول الله سبحانه وتعالى أي ودوسون أي مسجون زربازي نزق على زي فتوى يكون سلازي الظهار محرم وإن كان بعدين ولا بعد حراي نعو مفتحي قبر له دأمبر يعني اعتق رقبة غير كان تابع على بيت كاتم ملس ويكات كفارة قبر دأمبر لكنك تكون في النهاية أنت ارتكبت أمرا محرما كذلك من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الحكم والحكمة تي وسانه بنا كم أون سلمنتاي تي قداي كم زخاي قال عندما قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم كل كله سلمتاي إذا نجر كون زي كون إذا نجرنا زول الله سبحانه وتعالى أولا بين لنا الحكم تاي قبر كم زول له الحكمة أنا تقع سلمتاي كم زخونه إذا نسب زيات عن أديتاتهم هاي كونان أصلا إلو الله سبحانه وتعالى أن تقول دايون أبره لنا فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة والحكم في آن واحد من الفوائد اللي ذكرها قال نستفيد له ما قال يحرم قال يكره أن ينادي الرجل زوجته كذلك بأختي أو أمي يعني سبيت طوع خلص بأدي ويك حفتي كبل يبلون هذا لأنه شبهة سلزله ويك يشبه تمساسال سلزه خونس كتنقق له هذا قال يكره طبعا كذلك من الفوائد أن الكفارة متى تجب قال إذا أراد أن يعود هذا من الفوائد لأنه قال الله سبحانه وتعالى علقها ثم يعودون لما قالوا من لست أدري وكأن ذا نجرزي أخ من لست أدري فلذلك هي الكفارة تجب بالعود على ما قال يعني لكن خلاص فتح أنت أدري أنت فتح هو خلاص تقول داي تجريس مالتي كما ذكرنا كذلك أنه ذكر الرقبة هنا كان كم تزبلنا مطلق سواء كبير عابقون اشتيخون وديخون قاريخون سبيت عبايتخون ولا سواء عبيخون كله داخل فكل من يطلق أي نعم مؤمنة طبعا قيدوه حجي بتاع آياناي نفس بقاها قيدوا ما قالوا هذه الآية تحمل على تلك ومن باب كذلك تي مصلحة نتي أسلامي فائدة نخلوه قلمتاتي لهم العلماء حملوها على ذلك من الفوائد قال أنه العتق أو نعم عتق رقبة كمون صيام الله سبحانه وتعالى قال في الاثنين قال من قبل أن يتماسى
في عتق رقبة وفي الصيام. طيب في الآية التي بعدها أنه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى بدن. فبعض العلماء قال لا، إذن يجوز الإطعام أو في أثناء، يعني أنه يجوز أن يأتي امرأته في أثناء الإطعام. يعني 60 مسكين أنت أخوينه ممكن أنها بقول له حارة قلت مسجمرة ممكن تمسوس أنا جدا كيما اللي أم كله أنت دعا هو خي ود أخوله تمسوس خي ود أم كله قلت سلسلة مسات عامة مونجو أنت دعا يجوز له أنت لهم كمن لس خير نافتا بعلت بيته حمل على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نص في الاثنين وما نص في هذه. لكن قالوا بعض العلماء ممكن يحمل، يعني ممكن تقيد بنفس القيد بلونا له مالته. لكن الشيخ السعدي يرى أنه إيش، أنه التقييد فقط في من العتق رقبة والصيام نجد قد من تاك خونا له مالته قد من أبتاء سبيتي مملاسه. أما الإطعام يجوز أن يكون في الأثناء خون إلى مالته. كذلك من الفوائد اللي ذكر الفائدة العاشرة خمسة زبلنايو أنه لابد أن يكون 60 مسكين، فلا يجوز أن يطعم نايسوس سب إلو ولا نحاد سب كوبيت الأيلو زي أي كونني لابد أن يكونوا 60 مسكينا إلو جرسوا مالته. فهذا فوائد تقسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.